السلام عليكم. اليوم حابة أقدم لكم وصفة السوشي، أكلة يابانية كلش مشهورة. راح أقدمها بحشوات مختلفة، أنتو تستعملون الحشوات المتوفرة عندكم والمواد اللي أنتو تحبوها. هنا عندنا المكونات اللي راح نحتاجها اليوم. انطيتكم تشكيلة كبيرة ويتحمل بعد نكهات وحشوات مختلفة. عندنا هنا ورق النوري، هو أعشاب البحر. راح نحتاج التمن الياباني، إذا ما عندكم تقدرون تستعملون التمن المصري أو التمن الأمريكي، تقريبا نفس النتيجة. راح نحتاج خل التمن بنكهات خالين هما، إذا ما عندكم استعملوا أي خل عادي ماكو مشكلة. ملح، شكر، وراح نبدي بطريقة عمل التمن بنسبة عالية من النشا، فيفضل أنه تغسلوه كم مرة وبعدين تنقعوه وتتركوه لمدة ربع ساعة. بعد ربع ساعة راح تصفوه من المي ونجيب جدر ونضيف فيه التمن، والكل كوب من التمن كوبين مي. انتو يبقى حسب النوع اللي تستعملوه. راح أخليه يغلي على النار لمدة 7 دقائق، وبعدين راح ينشف المي. من أشوفه نشف راح أغطيه وتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق. بعد 10 دقائق تشوفون التمن صار تقريبا جاهز. راح أتركه لمدة ربع ساعة. بهالأثناء راح أحضر خليط مكون من الخل، ملعقتين خل، ملعقتين شكر، وملعقة واحدة من الملح. راح أخلطها كلش زين، وبعدين أضيفها على التمن وأقلبه. نريد التمن يصير ملزق مو معجن، لا، يكون بس ملزق حتى يلتصق بورقة النوري ويصير عندنا سهل الشغل بيه. أبدا لا تسووا معجن، أبدا لا تستعملون التمن البسمتي أو العنبر، ما راح ينجح وياكم. نبدي هسه. استعملت أني السالمون روبيان، مثل ما تشوفون الروبيان هذا العادي، وهذا الروبيان تمبورا اسمه، هذا مثل روبيان مقرمش. فهنا عندنا أخذت هذا، خليت لكم صورته حتى إذا حابين تشترون نفس النوعية. مثل ما تشوفون إن شاء الله فيديو ثاني راح نسويه بالبيت. هذا جاهز ومطبوخ، مجرد نقليه حتى ياخذ اللون. قليته دقيقتين، وهنا مثل ما تشوفون صار عندي جاهز. هسه راح أسوي الروبيان العادي اللي هو بس أسلقه دقيقتين، ما خليه هواية لأنه راح يصير قوي وما بينكهة، فدقيقتين كلش كافي عليه. وعندنا هنا السالمون، أنا خليته بالفرن، خليت له ملح وفلفل أسود وزبد، وخليته على درجة حرارة 350 لمدة ربع ساعة. عندي هنا استعملت جزر وخيار وأفوكادو. أنا قطعت الجزر شرايح كلش رفيعة، ونفس الشي سويت ويا الخيار. هسه صارت عندي كل المواد جاهزة، وراح نبدي بطريقة عمل السوشي. طبعا راح أجيب ورق النوري، أستعمله من الجهة الخشنة مو الجهة الناعمة، فراح نحطه التمن راح يكون على الجهة الخشنة. خلينا الورقة، راح نفرش عليها التمن بطريقة متساوية، وراح أضيف لها الروبيان تمبورا، أفوكادو، وراح ألفها. وراح أستعمل هاي حصيرة البامبو، تشوفوا هاي الحصيرة الصغيرونة، هاي تساعدكم حتى تطلع يعني الرولات مع السوشي حلوة ومرتبة. إذا ماكو ما تحتاجون.
الثانية خليت روبيان وخيار وجزر، وراح ألفها. إن شاء الله فيديو جاي أشوفكم طريقة اللف، بس حتى الفيديو لا يصير كلش طويل عليكم اختصرتها. الورقة الثالثة خليت عليها التمن، وراح أخلي السالمون والأفوكادو والخيار، وراح ألفها. صارت عندنا جاهزة. آخر وحدة راح أسويها نباتية، خليت التمن والأفوكادو والخيار. تقدرون تستعملون أي نوع أنتو حابين من الخضار، تقدرون تستعملون جبن أو مانجو، بيض، مقلى، دجاج، هذا الناجت الكنتاكي، أنتو تتفننون بيه بالشي اللي أنتو تحبوه واللي متوفر عندكم. إن شاء الله تكونون استفاديتوا من الطريقة وحبيتوها.